ديما كنت كنشوف بلي الحياة عاطياني بالدار وكتخرع عليا بالضحك، حتى الفرص الزويونين نادرا فاش كانوا كيطيحوا بين يدي. هادشي غير الا ما كنتش ليكم بلي منعدمين. هادشي علاش كنتسناش الحياة تعطيني شي فرصة، كنت انا اللي كنقلب عليها. كملت الماتش وشديت الطريق ديالي للدار وانا كنفكر شنو هو هذا الموضوع المهم اللي باغيني فيه الوالد. ياك ما درت شي حكايه وانا ما عالمش عليها. لا 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 لا، وقيلا باغيني نقضي لي غير شي، غلط. ولكن كون كان باغيني نقضي لي شي حاجه كان غادي يقولها لي حتى الباب ديال الدار. الله يسمعنا اخبار الخير. دخلت للدار وكالعاده الوليد ديال المسلسل المفضل ديالو وهادي الذئاب كيعجبو بزاف هاد السيري، لدرجة انه عاود 7 ديال الاجزاء اكثر من مرة. كان كيقول لي ديما بلي الاتراك غادي ينصروا الاسلام والمسلمين من هنا لقدام، وصراحة حتى انا كنت متفق معاه في داكشي اللي كان كيقول ديك الساعة. سلمت عليه وقال لي دخل دوش وسخن عشاك وملي تسالي ديك الساعة نهضر. داكشي اللي درت، دوشت تعشيت وجلست حداه كنتسنى في الصاعقة تنزل عليا. ولكن الوليد مازال باغي يلعب واحد شويه، باغي يدير ليا لا سسبنس. قال لي جدودنا كانوا ملي كيبغيو يناقشوا شي موضوع كانوا كيعمروا بالراد ديال الجاي، موضوع ولي لنا شي براد براسو وديك الساعه نهضروا. داكشي اللي درت، عمرت بالراد ديال الجاي وجلست حداه. قال لي شوف ولدي، العمر كيطير، اليوم عندك 20 عام وتا هو عندك 30 عام. هادشي اللي غادي فيه ما غاديش يخرجك. ديباني بالنعالة حتى يجيب الله الصباط. قال لي شوف ولدي، هضرت لك مع واحد السيد غادي تتعلم حرفة، والحرفة واللي الا ما غناتك تعيشك. هادشي اللي كانوا كيقولوا جدودنا. غدا ان شاء الله غادي تمشي معايا في الصباح ملي نكون غادي للخدمه، وغادي تبقى تمشي وتجي معايا ديما، لحقاش السيد جاري. صراحه حسيت بالوليد ملي قال لي هاد الهضره، ما خلاش ليا الاختيار بطريقه غير مباشره، حتى انا ما نطقتش بحتى شي كلمه، بقيت غير كنتصنت ما قالش لي حتى شنو هي هاد الخدمه، وحتى انا ما سولتوش. دخلت لبيتي وكيف العاده هزيت عيني للسقف وبديت كنفكر. ما عرفتش علاش اكتر بلاصه كنرتاح فيها وكنحس براسي فرحان ومتحمس هي ملي كنا زايني في السقف وكنبدا نحلم. مرة وليت بطل ديال العالم وحطمت الركور ديال محمد علي. المغرب كامل فرحان وفخور بيه. مرة وصلت بالمنتخب الفينال كاس العالم
ولكن حيتاش زهر المغاربة مكوز حتى في الحلم، في الدقيقة 90 غادي ينزل البينالتي للبرازيل. ما تديوش عليا اخوتي. بعض المرات ملي كتكون طيح في شي ديبرسيون حتى واحد ما كيفهمك، كترتاح في الحلم وكيخليك تيق حلمه. شدينا الطريق ديالنا الخدمة وكنتخيل شنو هي هاد الخدمة. هادي ما غادي تكون غير ميكانيسيان. علاش هذا هو اول احتمال طاح ليا في راسي، حيت هذه هي اول خدمه خدمها الوالد ملي كان صغير، وكانت كتعجبو بزاف. كان كيقول لي باللي الميكانيك بحالو بحال الفن، حتى هو الا حبيتيه غادي تبدع فيه وغادي تكون فرحان وانت كتقلب على البان، وملي تلقاه الفرحه ديالك غادي تضاعف. ما عرفتش، ولكن هو كان كيشوف هكا فواحد الهدوء، مع واحد الصوت ديال الراديو خفيف. كنسمعو واحد الدقدقه خفيفه من جهتي في الزاج. الدورة اللي كندور كنلقى واحد الافريقي هبطت الزاج وهو يسولني بلونجلي: brother, do you speak English؟ انا جاوبتو وقلت ليه sorry I don't speak English. هو يقول لي زعما بلونجلي ها انت فهمتيني وجاوبتي. قلت له اسمح لي، ولكن راه عندي غير واحد 50 فرنك ديال لونجلي وصافي. وبصح نيت هذيك الساعه ما كنتش كنعرف نهضر بها. فهمت منه باللي محتاج مساعده، عطيتو داكشي اللي قسم الله ومشى بحاله هو فرحان. في واحد اللحظه وانا كنطلع في الزاج ويقول لي الوالد هاد الافارقه عمروا البلاد. الصراحه تقريبا الاغلبيه ديال الناس اللي كبار شويه في السن عندهم هاد التفكير هذا، والناس اللي كيقولوا هاد الهضره كتلقاهم عمرهم سافروا خارج البلاد. يعني ما غاديش يفهم السيتوياسيون ديال هذاك السيد. قلت للوالد شوف الوالد، راه ممكن ولدك يطيح في نفس الكا ديال هاد السيد وفي بلاد ماشي في بلادو، وغتبغي الناس ديال ديك البلاد يعاونوني. فهاد اللحظة حسيت بالوالد تصير بحال حس بالندم في داكشي اللي قال. وحتى انا حاولت نقلب الموضوع وسولته وانا كنضحك: ما قلتيش ليا بعدا شنو هي هاد الحرفه اللي بغيتيني نتعلم؟ ما تقولش ليا غير الميكانيك، واي حاجه مرحبا. وانا كنقول لها هاد الهضره كنت عارف بلي ما غاديش تعجبو، وغادي يبغي يتغنى معايا. وانا هادشي اللي بغيت نوصل ليه صراحه، هي نشد في الوالد واحد شويه.
الوالد بدا كيقول لي هذيك الهضره اللي انا حافظها، بلي الميكانيك ما تقدرش عليها انا وهاد الحرفه شريفه وديال الرجال وكتخدم فيها عقلك الى اخره. وانا هادشي اللي بغيت نوصل ليه وصلت ليه. شديت في الوالد مزيان. المهم واحد شويه وصلنا للبلاصه فين خدام الوالد وداني عرفني على داك السيد. المهم الدري هضر معايا مزيان، ظريف باقي جون. قلت صافي هاد الدري هذا غادي نتفاهم معاه مزيان، حيتاش قريب ليا في السن حسيت باللي كلكم باغيين تعرفوا شنو هي هاد الخدمة هي ريباراسيون ديال التليفونات. صراحة عجبتني هاد الحرفة، وحتى انا كان كيعجبني بزاف نخندش في داكشي ديال الالكترونيك. الور غادي نخدم فيها وانا مرتاح. ملي كتكون خدام في شي حاجة وانت باغيها كيف ما قال لي الوالد كتبدع فيها وكتعطي فيها.